تتويج فريق أكاديمية محمد السادس جاء عقب فوز على هيدوك سبليسا الكرواتي بضربات الترجيع ب4-2 بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وبذلك يكون أكاديمية محمد السادس فاز بهذا اللقب في نسخته الثامنة لأول مرة. عادة ما أبدأ بيميني، خليهم كالاستثناء أكيد طارق الخزري. هنيئا لكم أكيد للأكاديمية، وهنيئا أيضا لهؤلاء المواهب. كرة القدم المغربية أكيد بخير، ونحن نستمتع أولا بمواهب من القاعدة. نجني ثمار مشروع ملكي بطبيعة الحال، حيث بدأ المشروع يمكن غادي نرجعوا ل 2008 حيث المناضلة الوطنية للصخيرات وضعت خارطة الطريق. الرسالة الملكية كانت واضحة، والآن نستثمر كل ما بدأنا من خلال المناظرة بدءا من ذاك الوقت مونديال 2022، الفوز بالألقاب على مستوى المنتخبات السنية والنسوية أيضا، ثم التتويج بهذه الأكاديمية التي دشنا صاحب الجلالة سنة 2010، والآن تنتج وتعطينا مواهب بقيمة اللاعبين الكبار. طارق، بالفعل السي كيف قلتي يعني هو تتويج مستحق لأكاديمية محمد السادس، وكيجي كتتويج لواحد المجهود كبير ديال جميع المكونات ديال أكاديمية محمد السادس اللي كيشتغلوا خصوصا في الخفاء باش يوجدوا لنا جيل بحال هذا. كيف قلتي هو مشروع ملكي ديال جلالة الملك، هو بنفسه يعني بنظرة متبصرة ديالو بالحكمة ديالو أنشأ أكاديمية محمد السادس لتكون مصنع لنجوم الغد، لتكون يعني مشتلا لكرة القدم الوطنية، وكذلك أننا نرفع من مستوى التكوين ديال اللاعبين في المغرب، أننا نعطيو أكبر عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية وكذلك المنتخب الوطني الأول. وهذا الشيء يعني بالنظرة ديال جلالة الملك الكل صراحة كيشوفوا هذا المنتوج هذا، وكنشوفوا بأن هذا الاستثمار اللي كان ناجح كتستافد من كرة القدم الوطنية من خلال عدد اللاعبين اللي متواجدين في كل المنتخبات الوطنية والفريق الأول اللي وصل لحد الآن العدد ديالهم 9 ديال اللاعبين، هو أظن عدد يعني ماشي سهل في ظرف وجيز جدا اللي هي 16 سنة، وكيشكلوا بطبيعة الحال العمود الفقري للمنتخب الوطني. يمكن غادي نتكلموا على خريجي أكاديمية محمد السادس، ونحن نتابع لحظة تتويج فريق الأكاديمية هذا الدوري الدولي. طارق الخزري، أي خلاصات ممكن الخروج بها بعد نهاية الدوري الذي انطلق في 22 وانتهى في 26 بمشاركة 16 فريقا مثلوا 13 دولة من 4 قارات، ونحن نتحدث عن مدارس رائدة في كرة القدم العالمية. طارق، يمكن الحصيلة جد إيجابية، لأنه لا على مستوى يعني النتائج المحصلة، مع العلم أن هذا ماشي من الأهداف ديال الدوري، ولكن كذلك على مستوى ديال التقني ديال الدوري، نظرا لأنه مشينا تدريجيا، والإدارة الأكاديمية يعني ارتأت أن هذه السنة هذه يكونوا 16 فريق، بدينا ب8 مرينا ل 12 الآن 15 فريق. كانت تمثيلية مهمة لكرة القدم الوطنية من خلال مدارس وأكاديميات اللي كتشتغل بجد في مجال التكوين. كذلك هناك كان 4 ديال القارات، كاين 13 الدولة، وكنا يعني في كل دولة خدينا أحسن ما كاين في ذاك الدولة، يعني على المستوى المنتوج ديالهم على مستوى التكوين، بحيث حضور مجموعة من المدارس اللي هي عريقة في مجال التكوين. وهذا كيف قلت لك هذا الشيء كيخلينا أننا نشوفوا المستوى ديالنا كأكاديمية محمد السادس فين وصل على مستوى التكوين باش نقارنوا نفسنا. كذلك هو مناسبة وفرصة للوليدات ديالنا أنهم يتشافوا على أعلى مستوى في السن الأخير ديالهم ديال التخرج، لأن هادو الوليدات اللي غيتخرجوا هذه السنة هذه كالأكاديمية كدير لهم هذا الدوري هذا بحضور مجموعة من المكتشفين والمنقبين اللي كيجيو يشوفوهم ويقدموا لهم العروض، لأن بالنسبة لنا هي واحد لا فيترين هذا لو تورنوا هذه باش الوليدات ديالنا أنه إما أنهم يلعبوا في واحد المستوى دولي عالي، وإما أنهم يلعبوا في البطولة الوطنية قسمها الوطني الاحترافي كتتويج المسار ديال التكوين ديالهم داخل الأكاديمية. طيب، أكيد الحديث
على دور الأكاديمية كدا هي بعديد الأرقام والمعطيات وحتى الدوري ديال هذا السنة اللي انطلق سنة 2017 كما أشرتي طارق انطلق بمشاركة 8 فرق. النسخة السابعة ارتفع العدد ليصبح 12 والآن بيتنا نعيش مشاركة 16 فريقا يتوج بهذه النسخة فريق أكاديمية محمد السادس. ونحن نتابع الإحصائيات. مشاركة أكاديمية محمد السادس فاز في 6 لقاءات مجيد الخال، لم يتعادل، لم ينهزم، سجل 13 هدف ولم يستقبل شباك بالعروش هذا النجم، هذا الحارس المتألق، سوى هدف واحد طيلة المسار، طيلة 6 مباريات منذ من دور المجموعات، دور الربع ودور النصف ثم النهائي. دائما نتكلم على انه دفاع قوي يساوي انك تفوز بتظاهرات او بكؤوس او في اطار مجمع، او يكون عندك هجوم قوي نعم، ولكن كيكون عندك دفاع ما كيكونش متراص فتقدر تسحب الاهداف كثيره. نعم. وهذا العدد ديال الهدف واحد كيبين بانه كاين واحد المنظومه ديال الاشتغال اللي هي جيده، خصوصا انه عدم استقبال الاهداف، وثانيا انه كاين واحد نجاعه هجوميه، وهذه اللي كتبحث عليه كره القدم الوطنيه. لانه في الاونه الاخيره نعم انه شفنا المنتخبات او الفرق الوطنيه كيشاركوا في عده منافسات دوليه، كاين اشكال على حسب المنظومه الدفاعيه، ولكن الان كنستبشروا خير بهذه الطاقات الشابه ان صح التعبير اللي كيتوفر على اكاديميه محمد السادس. وهذا جات من بعد واحد العمل كبير يعني كيتقام داخل الاكاديميه. انا يعني اتصلوا بي الاخوان بانه عرفت بانه عندنا اليوم برنامج خاص باكاديميه محمد السادس، فما طلبش مني جهد كثير لان الاكاديميه كتكلم على نفسها. احنا دائما نتكلم عن النتائج، نتكلم عن المواهب اللي كتخرج من هذه الاكاديميه. كذلك الشيء الجميل هو انه اللاعبين اللي كيتخرجوا من الاكاديمي حتى الطريقه ديال الكوميونيكاسيون يعني مع الصحافه فهي تغيرات، لانه هو داخل في واحد الاطار ديال انهم كيشتغلوا عليه. انه كان عندي علاقه مع يعني خالد فهامي وكنت نتكلم معاه كثير في الايام اللي كان في اكاديميه، وبيلي عده اشياء اللي كانت غائبه على عده انديه. ودائما نتكلم على ان خص انديه ياخذوا اكاديميه محمد السادس كنموذج باش انهم يشتغلوا عليه، لانه الان كاين نجاح وخصوصا في الفوز بالدوري اللي انا بمثابه كاس عالم، لانه كي 13 الدوله 4 قارات 3 فرق مغربيه، وشفنا فتح الرباطي تبارك الله وصل نصف النهائي رغم انه ما حالفوش الحظ في مباراه الترتيب، والفريق الاكاديميه محمد السادس اللي توجوا وكنهني جميع المكونات. حتى لا ننسى ان هذه النسخه الثامنه شارك فيها 3 فرق مغربيه بطبيعه الحال. منظم هذه الدوره فريق اكاديميه محمد السادس، الفتح الرياضي الذي بلغ دور النصف النهائي واقصي على يد فريق اكاديميه محمد السادس، ثم فريق نهضه بركان. مسار فريق اكاديميه محمد السادس كان جيدا للغايه منذ دور المجموعات. فريق اكاديميه محمد السادس انطلق المشوار او انطلق مساره في هذه البطوله بانتصار على كومو الايطالي ب3-0. في المباراه الثانيه فاز على اسباير القطريه ب2-0، ثم فاز على ستاد رين او نادي رين الفرنسي ب4 أهداف مقابل لا شيء. دائما نتحدث عن الحصص الكبيره جدا. طارق، شوف، هو الدوري في حد ذاته كان المستوى التقني مرتفع جدا. علاش؟ لان شهدنا مجموعه من الاهداف. الجمهور اللي سبع معنا يعني النقل عبر قنوات الرياضيه استمتع بمجموعه من الاهداف، رغم ان المده الزمنيه للمقابلات كانت قصيره. يعني في الادوار الاولى كانت 25 دقيقه 2 مرات، في الادوار الاقصاء النهائيه كانت 2:30، وفي النهايه كانت 2 فوا 35. ولكن الحصيله كانت مرتفعه لانه وصلنا ل 125 هدف دون احتساب ضربات الترجيحيه. 125 هدف بمعدل تقريبا ما بين 2-3 ديال الاهداف. يعني المستوى التقني كان 48 مباراه في 48 مباراه، وكل فريق جاي. اللي جميل في هذا الشيء هو ان كل فريق لعب 6 المقابلات في ظرف 5 ايام، بحال اللي فاز بالمرتبه الاولى بحال اللي كان في المرتبه الاخيره كان عندهم نفس عدد المقابلات. وشفنا ان كانت واحد التنافسيه، وشفنا ان حتى اللاعب شفنا مدارس مختلفه، شفنا طرق ديال
الاشتغال كانت مختلفه، وهذا الشيء اللي ربما عطى لهذا كيف قال السي المجيد انه ربما كنتحدثوا على واحد كاس عالم مصغره، كنتحدثوا على واحد الدوري اللي اصبح يحظى بواحد المرتبه عالميه باشاده بجميع الحاضرين معنا، لان يكفي انه يجي الممثل او المدير ديال اكاديميه اسباير ويقول لك حنا جينا كناخذوا الخبره من اكاديميه محمد السادس وغنستافدوا باش نديروا احسن في قطر. كذلك لاعب ديال السابق لتوتنهام ولعب جوج ديال الكؤوس عالم 2006 و2010 اللي جا في الصطاف ديال ليدز قال لك بانه هو يعني كيتاسف لانه ما كانش عنده هذه المنشات باش كان عنده 18 سنه، والا كان يدير كارير اكثر من هذه اللي دار. وهو لعب الى جانب تعربت وقال بانه كان معجب بتعربت، ولكن شاف في الاكاديميه مجموعه من اللاعبين اللي عندهم نفس المستوى ديال تعربت. فاكيد ان ما نكونوا الا فخورين كاطر ديال الاكاديميه